سيف زاهر طلع دلوقتي يجي يقول لك ان فيشر في خلال 72 ساعه ممكن في اي وقت ان انت تلاقيه خلاص مدرب للاهلي. واحمد شوبير من شويه طالع يا باشا بيجي يقول لك فيشر مش مدرب الاهلي لان متطلباته بعيده جدا وطالب فلوس وطالب فكه بقى وبتاع، واحنا المفروض ان احنا نادي فقير وما معناش. يعني انت رايح تدي 100 مليون و100 وكسر اللعيبه، تمام يا عم ما عنديش مشاكل. رحت تشتري تريزيجيه يعتبر ب 2 مليون وكسر، يا عم قشطه ما فيش مشاكل. ومش عارف رحت تشتري بن شرقي بمليون و800، يا عم ما فيش مشاكل. طب بالنسبه بقى للمدرب الاقرع ابن القرع المفروض اللي هيدرب الفرقه دي كده كلها الدنيا، رحت جبت لي واحد يا باشا مش معروف وشه من قفاه اللي هو كان ريبيرو تقريبا، وشه شبه كارت الزيرو 10 اساسا، ومش معروف له اي حاجه في الملعب ولا خطه ولا شكل ولا اي حاجه. بعد كده رحنا قلنا نجيب كابتن عماد النحاس وهياخد الدوري بقى وروح وليله. نزلنا قدام سيراميكا كليوباترا كانوا هيقدروا وشنا شبه البلاطه، ومصحف شريف ربنا والله 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 سيراميكا كليوباترا كان هيقدر وشنا كده في الملعب شبه البلاطه كده، كان هيبلطونا واحد ورا التاني. ومش راضي تروح تفك الكيس عشان تجيب مدرب عليه القيمه. اسوأ مره الاهلي بيتعامل بيها شفته في حياتي في ملف مدرب يا جدعان، انا ما شفتش في حياتي سوق بالمنظر ده يا جدعان. طب اصرفوا، طب فكروا، طب انت مستني ايه؟ انا عندي ماتش اللي جاي والماتش اللي بعد منه قمه، مستني طبعا بعد ما يتحفل علينا من طوب الارض وبعد ما نخسر ونفضل ورا الزمالك يعني دلوقتي بص في فرق كام نقطه يا باشا، مستني بقى لما هو يغلبك الماتش الجاي عشان الفرق يتوسع، صح يا اسطى؟ انت تمام، انت تاخد لايك.